واجمعوا راسكم وإلا غتجاوبونا شي جواب معقول هو هذاك ما كاينش. ما مخرجناش انكم تتاكلوا بوحدكم. الى خذات الصفقه ديال 650 مليار ديال السنتيم ما يتعزلش وما عندوش تنازع المصالح. زعما هاد القوانين بحال اللي هذوك الجماعه الترابيه في واحد الدوله واحده اخرى وهذا رئيس حكومه في دوله اخرى. ثم جاء كبيرهم الذي علمهم السحر وقال لك حقا هذا الشيء اللي تتقولوا انتم كامل ديال تضارب المصالح هذا عادي ما فيه والو. ديك الندوه الصحفيه اللي فيها صعيب وهو انها اعلنت انه رئيس مؤسسه دستوريه خضع للمراقبه الضريبيه لانه حقا خرج تقرير ديال كذا وكذا وكذا وكذا. شوف كيفاش يعني شياطين الانس والجن تشتغل. وهي ما هي لا هذه هينه ولا الاخرى هينه. هذاك رئيس مؤسسه دستوريه خرج تقرير ما خصوش يخضع لمراقبه ضريبيه هو كمواطن، ولكن ما خصوش يخضع في اطار رد الفعل ولا في اطار الضغط. ولكن تنازع المصالح ما زالت قائمه. وقالوا للسيد رئيس الحكومه انت غتسد فمك غتقول حاجه وحده الا سولوك قل لهم انا ما بقيتش تنسير هذيك الشركات. راه ماشي هادشي اللي مطلوب. الماده 33 ديال حتى القانون ديال الحكومه ما تيقولش غير هادشي. اولا ملي تيقول لك ما تبقاش تسير الشركه لانه هذه من باب السماء فوقنا. ما يمكنش تكون رئيس حكومه كي غدير تجمع ما بين رئيس حكومه والرئاسه ديال الاداره ديال الشركه. هذه شي حاجه بسيطه. ولكن نفس القانون وفي نفس الفصل الذي ينص على انه ما خصك تجمع بيناتهم تيقول لك خصك تحظي مع تنازع المصالح بصفه عامه. وتنازع المصالح ماشي هو انك تكون في الرئاسه ولا تكون في مجلس الاداره ولا تكون في التدبير. تنازع المصالح هو يكون عندك تكون تترأس اللجنه الوطنيه للاستثمارات، تكون تترأس اللجنه الوطنيه للشراكات بين القطاعين العام والخاص وهما اللي تيفصلوا في هذا الشيء. وتكون يمكن لك تمشي تطلب الدعم ضدا على القانون. وجاء اخرهم قال ودي هاد العداله والتنميه ما فهمناهمش. قال لك هاد العداله والتنميه جاو تيأخذوا على رئيس الحكومه انه سيستفيد من الدعم في اطار المشاريع الاستراتيجيه في حين انهم هما اللي صوتوا بالاجماع على ميثاق الاستثمار. وباش زعما يخوفنا دخل انه ميثاق الاستثمار انه قانون اطار راه داز في المجلس الوزاري الذي يترأسه جلاله الملك. زعما تيخوفنا. واش شري في ميثاق الاستثمار اللي داز في المجلس الوزاري الذي ترأسه جلاله الملك ما دارش باش يجي اخنوش يدي الدعم. والعداله والتنميه منين صوتت عليه بالاجماع ما صوتتش عليه باش اخنوش يجي يدي الدعم في اطار صفقه ديال الشراكه بين القطاعين العام والخاص. هذه راه خصها لجنه التحقيق لانه ميثاق الاستثمار منين دار الاستثمارات الخاصه الناس اللي هما عندهم مخاطر وتيجي تيقول لك انا غادي ندير كذا وكذا وكذا دعمني. اما هذا السي اخنوش عطيناك صفقه ديال 27 عام غنشريو منك الماء وهذيك القضيه اللي تيقول بانه بثمن غير صحيح. دخلوا دابا الانترنت لونسيو لا ريشيرش دابا الماء تيتحلى في العالم باقل من 0.4 اورو للمتر مكعب. هو عطانا 4 دراهم و5 وبطبيعه الحال داير في المارشي لا ريفيزيون دي بري وجا تيطلب الدعم باش ما يبقاش يكذبوا علينا. تيجي يقول لك واحد المره المخاطر مره يجيب لك الثمن دخلوه المغاربه يدخلوا يقلبوا في الثمن. هذا ما هوش احسن ثمن. الثمن دابا في السوق طاح ديال التحليه ديال المياه لان التكنولوجيا تطورت وكاين واحد الدوله العدوه اللي تتحلي باقل من هذا الثمن بقل من كل شيء هادشي. فلذلك هذا الكلام ما يبقاوش يدوروا لنا على بعض الامور اللي هي يجيونا للمعقول. يقولوا لنا يخرج رئيس الحكومه يقول اولا انا اخطات وراني في وضعيه تضارب مصالح وانا اخطات منين طلبت الدعم العمومي وانا اخطات. وكاينه واحد الكذبه هي تيروجوها على ديال الضريبه على الشركات اللي هبطوها من 35% ل 30%. النهار الاول كانوا 35 ل 20%. النهار الاول ما كانوش كاع فاهمين. قال لك انتم قلتيو غير على الشركات اللي ابتداء من فاتح 2023 هذه ما صحيحاش. هي حتى على الشركات القديمه عاد مشاو قراو القانون تيكتبوا القانون وينساوه. ثم من بعد من اكتشفوا بانه داك الشيء يطبق حرفيا على الشركه اللي دات تحليه المياه قال لك حقا ماشي حنا اللي طلبناها طلبها بن شعبون. وابن شعبون هو رئيس مؤسسه محمد السادس للاستثمار
وهذه المؤسسه واش محتاجه تدوز على واحد السيد في مجلس المستشارين باش تدوز واحد التعديل؟ هذا سي ان فون ديال جلاله الملك، محتاج باش يدوز واحد التعديل يهبط الضريبه على الشركات من 35% ل 20%، يمشي لعند واحد المستشار من السي جي ام اللي هو صاحب رئيس الحكومه ويقول له دخل لي هذا التعديل. خليونا من الفضائح، ما تبقاوش تخلعونا ولا هذاك، خليوكم مستورين، خليوكم مستورين. هادشي اللي تديروا راه لا يتصور. بلا ما ندوز عاوتاني الامور الاخرى ديال داكشي اللي ذكر السي عبد الله اللي فضحناه عده مرات والذي سيفضي في النهايه. خص المغاربه ينتبهوا وخص المهنيين ينتبهوا، وهذا الدور ديال المهنيين. راه الا مشينا بهذه السياسه الاقتصاديه ديال هذه الحكومه التي تاتي على الاخضر واليابس فيما يتعلق بالصفقات والاستثمارات العموميه، والتي من جهه اخرى ماشيه في واحد السياسه اللي غاد ستجعلنا نستورد كل شيء. هذا البيض اللي خوفكم السي عبد الله قال لك غيوصل 2 درهم و50 تا هو نبقاو نستوردوه، لانه في النهايه غيقول لك البيض في رمضان طلع ل 3 دراهم، غادي ندعموا الاستيراد ونديروا لهم هذاك البقر الاغنام، وتيجي وتيقول لك الجفاف. واش الجفاف في كل شيء؟ هذه السياسه ديال هذه الحكومه الاخوان فيها 3 ديال الاعطاب رئيسيه. العطب الاول انه تيصرفوا اموال عموميه طائله بدون اثر على المواطن. اللحم الاخوان 120 حتى ل 150 حتى ل 170 درهم اللحم الى الان، والاستيراد مفتوح على مصراعيه، والدعم بالضريبه على القيمه المضافه والتحيات ديال رسم الاستيراد وكل شيء مفتوح. ومع ذلك اذا شنو تنديروا حنا؟ تنكبوا الاموال العموميه في الرمله والمواطن يخلص اللحم ب 120 170. هذوك تيديو زيد الشحمه في دار البقر وفي دار هذاك اللي هي مستورده. وبالتالي نحن في وضعيه صعبه من الناحيه الاقتصاديه. ارجو ان ينتبه المقاولون والمقاولات. راه هذه المساله ماشي مساله سياسه الاخوان، هذه مساله ديال هذه القضيه ديال سي جي ام. خصها تنتبه للكبار اللي معاها، وتنتبه للمتوسطين، وتنتبه للصغار، وتنبه الحكومه. فرنسا شنو وقع مؤخرا؟ شافوا هذه الحكومه اللي عندهم، راكم مش متبعين الحالات اللي كاينه. شنو ناضت دارت السي جي ام ديالهم الميديف؟ شنو دارت الميديف؟ قالت ودي هذه الحكومه راه ما عوال على والو وما غدير والو. ناضوا داروا دي جروب دو ترافاي، داروا فيهم دي زونتربرونور، وداروا فيهم دي زيكونوميست، وداروا فيهم لا سوسيتي سيفيل. قالوا باش نعاونوا هذه الحكومه باش نقضوا البلاد. هذا الشيء اللي خصها دير السي جي ام. السي جي ام خصها تعاون تنقذ البلاد. هذه الحكومه راه ماشيه الى الخراب، ماشيه للاستيراد. دابا حنا درنا سياسات اقتطاعيه وسياسات استراتيجيه، وجلاله الملك طلق واحد المجموعه ديال الاوراش، ودابا حنايا في التالي غنبقاو الانسان جالس هاز البورطابل وتيتسيل الكونتينر جاي من الشين ولا جاي من هنا ولا جاي من هنا، في كل شيء، في الالبسه، في الابقار، في الاغنام، في العسل، في كل شيء. في حين انه المغرب ما عمره كان شعب كسول، وعرفنا بالصناعه منذ القدم ولا سيما في بعض القطاعات، وتطورنا في صناعه جديده منها السيارات، الطائرات، الالكترونيك. هذا نذير شؤم على هذه البلاد في هذه القطاعات هذه ديال هذه الحكومه بالطريقه التي تتصرف بها وتمشي بها. وهذا الدور ديال المهنيين، والدور ديال المهنيين بكل اصنافهم، بكبارهم بمتوسطهم بصغارهم، باش تقول الحكومه بركه ستوب، هذا الشيء راه ما مخرجناش انكم تتاكلوا بوحدكم، وما مخرجناش انكم تدعمون الاستيراد على حساب المنتوج الوطني. ما بغيناش نرجعوا، وجاو تيدعيوا بدون حياء كاتبين في البرنامج الحكومي تعويض الواردات بالمنتوج الوطني ب 34 مليار ديال الدرهم، ونخلقوا 100,000 منصب شغل الى اخره الى اخره. هذه الاولى ديال تضارب المصالح. غندوز للثانيه ديال الورش ديال تعميم التغطيه الصحيه، واللي المهنيين عندهم فيه دور كبير، وانا غنقول علاش. الا مشيتيو للتقرير ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي غتلقاو شنو هو هذاك، غتلقاو بانه 18 اللي كانوا في الرامد، 18 المليون اللي كانوا في الرامد هما دوزوا 11.
دوزوا 11 بعد عناء، و8 تلاحت. هي دابا اللي طلقوها. عينما نقول لهم راكم 8 ونص، قالوا لكم لا انتم فيكم تبخيص فهذيك هاد 2 المليار اللي كانت تتحملها الميزانيه العامه ورجعت دابا تتحمل، كانت 2 مليار تتحملها على 18.44 مليون مستفيد ومستفيده، رجعت تتحمل 9 مليار ونص على 11 مليون مستفيد ومستفيده. هذا الفرق فين مشى للقطاع الخاص المتوحش. ما تنتكلمش على راني تنتكلم على واحد الشركه وحده ولا جوج اللي هما طلعوا المغرب بين عشيه وضحاها، وغادي نقولوها ونحضرهم مرة أخرى، راه غادي يفلسوا. راه قال لك اللي شاف الربيع ما شاف الحافة. هما دابا ما فاهمينش، يسحبهم بأنه الدولة لا حدود لمالها ولا حدود لمواردها، ويسحبهم صافي غادي يرجعوا. راه واحد الوقت هذه المنظومة ستتوقف، هذه المنظومة ستتوقف، لأنه شوف قال لك اللي حاول على حميرو تيحج عليه. خصكم تحاولوا على الدوله ديالكم وعلى الموارد ديالكم باش هذه المنظومه ديال تعميم التغطيه الصحيه تمشي الى النهايه. اما راه التقرير تيتكلم على انه حتى ل 97% ديال من النفقات الصحيه تذهب الى هذا القطاع الخاص. القطاع الخاص ما يسميه التقرير بالقطاع الخاص الربحي، لانه الناس غير تيجري ويحل الكلينيكات 200 مليون ديال الدرهم، ها لي زوبيسي وها لي تكنيك وداك الشيء اللي ما يخطرش على البال واللي ما يمكن يفهموه حتى الخبراء، ماشي يفهموه المغربي المتوسط او المغربي العادي. دايرين جميع الاشكال ديال التفويت ديال العقارات وديال الاستفاده وديال هذاك ما يطول شرحه. المهم هو التنبيه الى انه هذا فيه خطر على المنظومه وعلى التغطيه. النقطة الثالثة وقبل الأخيرة أعتقد هو الإصلاح الجبائي. السي رشيد، الإصلاح الجبائي داك الشيء اللي دار فيه راه دار بطريقة معيبة، وخصنا نبقاو واقفين عليه. باش تطلع الضريبة على هذاك اللي تربح 30 مليون من 10 ل 20، هذا ماشي إصلاح ضريبي. باش تهبط الضريبة على هذاك اللي تربح 100 مليون من 31 ل 20، هذا ماشي إصلاح ضريبي. وباش ما ديرش الضريبة على الشركات ديالك ما ديرش عليها 40%، هذا ماشي إصلاح ضريبي. وباش تهبط ديك الحد الأدنى من الضريبة على الشركات المحروقات باش تهبطها بتعديل في مجلس المستشارين، هذا كذلك ليس إصلاحا ضريبيا. فخصنا ننتبهوا للمنظمات المهنية من كبيرها إلى صغيرها، ينبغي أن تنتبه وتقول ودي هذا القانون الإطار اللي جبناه واتفقنا عليه راه لا ينزل بطريقة صحيحة. النفقات الجبائيه اللي تتكلموا عليها اللي خصها يدار التقييم ديالها باش نشوفوا اللي خصنا الاعفاءات فين نديوها، شنو هي القطاعات الجديده اللي خصنا نهتموا بها، شنو هي الاعفاءات اللي عمرات الكرش بعض القطاعات خصنا نحيدوها. ما كاين الاصلاح الضريبي في اتجاه واحد. بما في هذه القضيه ديال المعاشات ديال الاعفاء انا لست متفقا مع هذيك الاعفاء، وانا نقول لكم علاش. لانه اللي مطلوب الاعفاء خصكم تعرفوا باش نفصل مزيان في هذه النقطه. هذه الحكومه تتمشي على راسها. المعاشات 90% ديال المعاشات معفيه من الضريبه على الدخل، بقات 10%. شكون هي 10%؟ هي كبار المعاشات. شنو جات الحكومه؟ هذوك ال10% اللي بقات جات عطاتهم 1.5 مليار ديال الدرهم. حنا تنقولوا هذيك 1.5 ما كنتيش تعفي ديك 10%، وهذيك 1.5 اللي انت مستعده تسمحي فيها السيده الحكومه زيديها لهذوك الناس اللي لتحت. 1.5 مليار ديال الدرهم قسميها على هذوك اللي لتحت. شنو جاو هما دار؟ لانه خرجوا من بعض المتقاعدين تيحتجوا عن حق اللي هما عندهم المعاشات الصغيره، قالوا لهم صافي تهنوا وجاو بالطباله والغياطه تيعلنوا على الاعفاء من المعاشات. اجراء يبين مره اخرى ان هذه الحكومه لا علاقه لها بالشعب بالمواطنين، وكان عندها علاقه مع تعفيش ديك 10% اللي فوق. هذيك 10% اللي الفوق ديك 1.5 مليار اللي قالت مشات ليها هي بديك الاعفاء كانت توزعوا على الصغار، لان هذوك ما استفدوش، هما معفيين. انت معفي وانا معفي وانت تعطيني معفي، جو سوي معفي اوكاري. شنو هو المعنى ديال؟ ما عنده حتى شي معنى. الاصلاح الجبائي كذلك فيه مازال تحديات اللي هي كبيره وتعني المهنيين بطريقه اساسيه. هما جوج ديال الاصلاحات اللي الحكومه مازال ما قربتش عليهم. إصلاح الجبايات المحلية، وما أدراك ما الجبايات المحلية. ضياع الجهد والوقت والعنات ودير الشقيقة المهنيين على والو. الجماعة تجري عندما تحصل
والمهني مسكين راه واحل، في حين ان هذا واحد الورش هو اكبر ورش اكثر من الاصلاح ديال الجبايات ديال الدوله. هذه دابا رجعنا مدربين فيها وتطورنا فيها والى اخره الى اخره. والاصلاح ديال ما يسمى بالرسوم شبه الضريبيه، هذو جوج ديال المعامل دي زوزينا غاز اللي هو واحلين فيهم المسؤولين الجماعيين والمسؤولين المكلفين بالتحصيل، وواحلين فيهم المهنيين كيف ما قلت دايرين لهم شقيقه، لانه غير داك الشيء اللي هو مطلوب في هذاك. المساله الاخيره القضيه ديال تعميم الحمايه الاجتماعيه راه تكلم عليها السي رشيد. كاينين جوج الاوراش كبيره جايه، وحده اصعب واكبر من هذا الشيء ديال التغطيه الصحيه هي ديال التقاعد، لانه التغطيه الصحيه حنا شفنا شحال من الناس اللي بقاو على الطريق لانهم ما بغاوش يتبعوا. التقاعد تا هو مطلوب فيه المساهمه، فهذا واحد الورش الحكومه تقول غديروا في 2025، ما عرفنا كيفاش غديروا، ولكن خصها ديروا بالتشاور. المراسم اللي كانت ديال التغطيه الصحيه راه عامين الخدمه مع المهنيين باش كان. المساله الاخيره هو هاد دائما في نفس الاتجاه، هو قلت تضارب المصالح، الاصلاح الجبائي، القانون الاطار ديال التغطيه الاجتماعيه، القانون الاطار ميثاق الاستثمار. حتى هو مره اخرى المهنيين حنا تنتكلموا، ولكن المهنيين وعلى راسهم سي جو ام والبي ام والغرف خصهم ينوضوا يغوتوه، لان هذه الفضيحه ديال تضارب المصالح شنو بينات مره اخرى انه هذه الحكومه خدامه مع فئه وحده. هذاك القانون الاطار غير رجعوا ليه، راه خرج في 12 دجنبر 2023 في الجريده الرسميه. ملي غترجعوا ليه كاين فيه 3 ديال الاليات ديال الدعم. الاليه ديال الاستراتيجيه والاساسيه هي اللي قال لك القانون تيقول خصها تخرج 3 شهور، خرجوها في شهرين. في فبراير كانت خارجه، وهي اللي مشى رئيس الحكومه حط الملف ديالو في 10 وجا في 16 تيقول لنا ما استفدش. ولكن الاليه ديال المقاولات الصغرى والمتوسطه اللي تتعني المهنيه راه مازال تتساين 24 شهر، 12 شهر ديال الاجل اللي عطاها القانون للحكومه، وزادت 12 شهر فاتت على 12 شهر الاولى، 24 شهر تنتظر، عامين. الاليه ديال دعم التصدير باش تعرفوا الحكومه خدامه بالمنطق ديال الموردين، لانه الا كان انا عندي هاجس ديال تعويض الواردات بالمنتوج المحلي ودعم التصدير خصني نبدا بها. القانون قال لي خصك تخرجي هذه الاليه في 6 شهور، دابا 6 شهور مرات وزيد عليها 18 شهر ديال فوات الاجل وفوات الاوان. هذا كله تيبين بانه الاخوان والاخوات كاين مواضيع اللي تتهم المهنيين والتي يمكن لهم ان يشتغلوا عليها، وما خصكمش تملوا وما خصكمش توقفوا على طرق الابواب. انتم عندكم القضيه ديال التفاوض مع الوزير، مع داك الحزب تيقوم بالدور ديالو، ولكن ماشي غير لمصلحه المهنيين، وهذه مصلحه كبيره وينبغي ان تؤخذ بعين الاعتبار. تيقول ولكن للمصلحه العامه، لانه كيف ما تيقولوا في الاقتصاد الغربي لا سوم دي زانتيري انديفيدويل فون لانتيري كوليكتيف. واخا حنا ما تنامنوش بهذه الفكره، ولكن خص الاخوان يناضلوا على هذا الشيء، لانه مره اخرى حنا شنو تنديروا؟ نعلق الجرس وما تنزيدوش على هذه الحكومه، وما محتاجينش اللي يعطينا تيقول لك تعطيوكم المعلومات. واقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم لا يمدنا احد بشي معلومه. الوثائق متوفره، المعطيات متوفره، خص اللي يجتهد ويقرا. ولانهم لا يقرؤون، ولانهم لا يجتهدون، ولانهم يخطئون حتى في الوثائق اللي تيجيبوها الرسميه تيسحبهم كل شيء بودينا. احنا تنخدموا الاخوان، لا تنحرفوا هذوك التقارير ديال الماليه تيجيو تنتبعوهم وحده بوحده، وتنتبعوا السياسات العموميه. والحزب الحمد لله اصبح له اليوم كفاءات، كان في الرئاسه ديال الحكومه، كان في الوزارات، كان في الجماعات الترابيه، رجع تيعرف الامور كيف تسير. ومن واجبنا
بل نحن يعني محذرون من كتمان هذا علم، وهذه كفاءة لا ينبغي ولا يجب أن نكتمها عن وطننا وعن مواطنينا. تنخدموا وتنجيب لكم داك الشيء بالوراق، بالصفحات، بالسطورة. راسكم إلا غتجاوبونا شي جواب معقول هو هذاك ما كاينش.